نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكنا ذكرنا في الخطبة الماضية بعض أشراط الساعة التي وقعت، وما زلنا في هذا الموضوع. فذكرنا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ظهور مدعي النبوة، ثم ذكرنا ما جاء في حديث عوف بن مالك نذكركم به، ونختم الأخيرة التي لم نذكرها في الخطبة الماضية. قال عوف بن مالك: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، خيمة من جلد، فقال: اعدد 6 بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. وهذه أنهيناها في الخطبة الماضية. قال: السادس: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرونه فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. هي حرب فاصلة بين المسلمين والروم، بني الأصفر، الروم، أوروبا. كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمون بهذه الأسماء: بني الأصفر والروم، والمقصود هم أهل أوروبا، النصارى. حرب فاصلة تقوم بين المسلمين والكفار. بعد هدنة صلح يكون بين المسلمين وبينهم، وقتال لعدو ثالث من هو الله أعلم. لا نتخرص، لا نتكلم في دين الله بالظن، احذر. علامات الساعة هذه عندما تقع نعرفها، أما أن تقول والله هم كذا وهم كذا ولم يأتي في الحديث، هذا رجل في الغيب، الله أعلم به. عندما يقع سنعرف من هم، ولكن قوم نقاتلهم معروف، نحن وهم في صلح بيننا وبينهم، ثم ننتصر نحن والروم على ذاك العدو الثالث. فيقول أحد النصارى فيقول: غلب الصليب. فتأخذ رجل من المسلمين الحمية فيقوم ويضربه، فتغدر الروم، تنقض العهد الذي بينه وبين المسلمين. ثم يأتون تحت 80 راية، يعني راية تحت كل راية 12,000 من مقاتلين. تكون مقتلة عظيمة في ذاك اليوم، ويقتل من المسلمين جمع كبير، وتكون ردة، يرتد من المسلمين عن دين الله أيضا كثير، وفي نهاية الأمر تكون الغلبة للمسلمين. تفصيلها والكلام فيها باستفاضة سيأتي في العلامات التي لم تقع، فنحن الآن في صدد الحديث عن العلامات التي وقعت. هذه لم تقع بعد، لازلنا ننتظرها، فنؤجلها إلى العلامات التي لم تقع. ثم العلامة
بينهما مقتل عظيم يقتل الكثير من الطرفين، دعوتهما واحدة انهم من المسلمين. خرج البخاري في صحيح. وهذه قد وقعت، وهي المعركة التي كانت بين علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه، وإرغمته الروم. هذه الواقعة كان سببها مقتل عثمان رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان: إن الله مغمسك قميصا وإنهم يريدون خلعك منه أو خلعه عنك، فإن أرادوا ذلك فلا تخلعه. وهذا القميص هي الولاية الخلافة، وجاءوا وأرادوا خلعه بسبب توليته لبعض أقاربه الذين كان يحسن الظن بهم، وهم الخوارج، فسادهم عظيم عبر التاريخ. من يوم أن خرجوا على عثمان أول خروج له، وقد ذكر الإمام مالك رحمه الله أنه خوارج وسماه بهذه التسمية. خرجوا على عثمان وقتلوه رضي الله عنه. ثم بعد ذلك معاوية من نفس العشيرة، من نفس القبيلة، قبيلة عثمان، فطالب بدم عثمان، والذين قتلوا عثمان كانوا في صفوف جيش علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وكان علي يريد ان
حمالة أوجه. اعرف المحكمة هذه التي لا تحتمل إلا معنى واحدا وتمسك بها واشدد، فلا يذهب إلى تلك المتشابهة إلا أصحاب الأهواء. يأتيك شخص كما يلبس النصارى على المسلمين في الغرب، أنتم عندكم في القرآن بين عيسى الله بعض منهم فهو إله أو ابن إله، كيف أي وروح منه؟ هذه آية القرآن. هكذا يلبس أهل البدع والضلال على المسلمين، يتمسكون بمثل هذه الأدلة ويلبسون عليهم ويغيرون ويبدلون. أنت عندما تقول هذه يد مني هي قطعة منك، وعندما تقول هذا الدينار مني أهو قطعة منك، هذا الفرق. لذلك هي من الآيات المتشابهة التي تحتمل أكثر من وجه. نردها إلى المحكمة. مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب مع النقاش. إذا معنى وروح منه من خلقه وإيجاده، وأضافه إليه تشريفا وتعظيما له. كذلك الأدلة في كل مسألة تجد أشياء محكمة ثوابت كن راسخا فيها وإياك أن تتزعزع، خصوصا في هذا الزمن الذي كثر فيه دعاة الضلالة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم غفره فيها، وهم على القنوات ليل نهار يدللون ببدعهم، لكن لا يأتون للناس بما يستعجلون، يخفون حقيقة الضلالة ويظهرون أحسن ما عندهم حتى يثق الناس بهم ويطمئنون إليهم ثم يبثون سمومهم. هذه طريقتهم. فتعلم دين الله واعرف المحكم وتمسك به واحذر من المتشابه. هذه الفتنة الاقتتال الذي كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما افتتن بها كثير من الخلق، لذلك كانت من علامات الساعة وقد وقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذه العلاوة كي لا نطيل عليكم. عباد الله، نحن في أيام فضيلة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع بشيء، يعني ضحى بنفسه في سبيل الله وذهبت أمواله في سبيل الله. هذا فقط الذي هو أفضل ممن يعمل في هذه الأيام العشر. والعمل الصالح يشمل الصلاة والصيام والزكاة وكل الأعمال الصالحة تدخل في هذه الأيام. ومن ذلك الذكر عمل يسير سهل، وأنت في الطريق تفعله وأنت في عملك تفعله. الذكر هذا عمل قد قصر فيه الناس كثيرا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن أحكام الإسلام قد كثرت عليه، فقال له النبي صلى
نومك دين، في قولك دين، في أكلك وشربك دين، في عملك دين، في كل لحظة من حياتك دين. هذا هو دين الإسلام. انظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف ما هو دين الإسلام. للأسف دخلت علينا شبهات العلمانيين صدقا. أتحدث مع أحدهم مرة أريد محامي لقضية معينة، فقلت له أريد محامي يخاف الله. كثير من المحامين نسأل الله العافية. أريد محامي يخاف الله ويتقيه حتى يكون لغوي معي. فيتصل بأحد أقربائه فيقول له المحامي الفلاني جيد والدين بينه وبين الله. شوف كيف الكلام، هذه مدخل علماني. يقول لك الدين بينك وبين الله والحياة مادة. لا، هذا ما فهم دين الله. هو مسلم لكنه لم يفهم دين الله سبحانه وتعالى. كل حياتك دين، تعاملك مع أخيك دين، تعاملك مع زوجك دين، تعاملك مع أمك وأبيك دين، تعاملك مع عملك دين، كله دين. فأنت للأسف لم تفهم دين الله. إذا كنت تظن أن دين الله هي صلوات وصيام وزكاة وحج فقط، لا. معاملاتك مع كل البشر دين. يجب أن تكون في كل تصرف مع الله سبحانه وتعالى تسأل عن كل عمل تريد أن تعمله يجوز ولا حرام. هذا هو ديننا. لماذا خلقنا الله تبارك وتعالى؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إخواني، لما سيأتي إن شاء الله أن الفتن القادمة وراءها ردة عظيمة كما سيأتي وكما ذكرنا لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. تسمعون الذين ذهبوا إلى أوروبا ما حصل معهم؟ قد تنصر البعض وارتد البعض. ليش؟ لأن